إلى الرأي العام. منذ أيام بدأت مجموعات من جهة تحرير الشام وبإشراف المجموعات المتطرفة بارتكاب مجازر بحق المدنيين من رجال ونساء وأطفال في عدة مدن سورية كاللاذقية وبانياس وطرطوس. تلك المدن معظم سكانها من الطائفة العلوية، وهم يتعرضون للمجازر والقتل والقمع بطرق محشية وبعيدة عن الإنسانية خلال هذا الشهر الفضيل. إن المجازر والممارسات التي ترتكبها مجموعات من هيئة تحرير الشام بحق الطائفة العلوية بحجة أنهم من فلول النظام البائد، بل إنها انعكاس لأفعال الجهاديين أنفسهم، وهم يطبقون عقليتهم ونظامهم الجهادي والإسلام المتطرف تحت هذا الاسم. إن صمت المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة تجاه تلك الجرائم أمر غير مقبول إطلاقاً، وهذا التوجه يثير القلق في نفوس المدنيين، وعلى تلك المنظمات الدولية اتخاذ المواقف اللازمة للحد من تلك المجازر التي ترتكب بحق المدنيين العزل في الساحل السوري. إن تلك المجموعات المتطرفة هدفها إغراق سوريا مرة أخرى في حالة من الفوضى والحرب الأهلية والصراع الطائفي، وبهذه الأفعال يريدون تعزيز قوتهم ومحاولة ترهيب المجتمع السوري حتى لا ينادي بالسلام والحرية والمساواة، لأنهم ضد الحرية والمساواة وأخوة الشعوب، وكما يبدو أنهم ضد حياة وحرية المرأة. لكن واقع التنشئة الاجتماعية بقوته الذاتية مقاوم دائما للظلم والقهر ومطالبا بحقوق الإنسان. ولهذا السبب فإن من الضروري أن لا تصمت كافة القوى الديمقراطية والقوى الدولية والأمم المتحدة والمؤسسات ذات الصلة أمام تلك الممارسات، وأن تتخذ المواقف اللازمة. إن إدارة دمشق المعادية للأديان المختلفة والنساء والأطفال لن تكون قادرة على بناء مستقبل آمن للمجتمع السوري ونظام متساو وحر. ففي بداية احتفالات ربيع المرأة ومع الدعوة لمشروع السلام والديمقراطية، فإننا كمجلس مؤتمر ستار لشمال وشرق سوريا لا نقبل تلك الممارسات بحق الشعب العلوي، وخاصة بحق النساء والأطفال، ونريد ونستنكر نهج تلك العقلية. لذلك ندعو جميع النساء في جميع أنحاء العالم إلى رفع أصواتهن ونضالهن ضد تلك المجازر وإيصالها للرأي العام، والدعوة للمقاومة والنضال ضد حرب القوى والعقلية الجهادية بقوة المرأة وذكائها وعواطفها. وندعو مرة أخرى كافة النساء السوريات إلى توحيد أصواتهن وألوانهن ضد المجازر والقتل اللا إنساني. لقد حان الوقت لرفع أصواتنا وتنظيم أنفسنا للمطالبة بحياة حرة ومتساوية وديمقراطية وسلمية. مؤتمر ستار 10/3/2025. المرأة الحياة الحرية. المرأة الحياة الحرية. المرأة الحياة الحرية.